رسميا اصابه علي معلول وانتهاء مسيره علي معلول مع النادي الاهلي، الا اذا حصل في الامور امور لسه هيجدد، مش عارفين مش هيجدد، الدنيا ماشيه ازاي مع علي معلول محدش عارف الدنيه فيها ايه. بس اللي اضمنه لك ان اداره النادي الاهلي عمرها ما هتتخاذل عن اسطوره من اساطير النادي وهو علي معلول في حته العلاج. واتمنى حته التجديد لعلي معلول يحصل في اسرع وقت، حتى لو طالب قرشين زياده. الموضوع ما فيهوش يعني ايه، ما فيهوش بقى حته انتماء وبتاع، هو الراجل خلاص وفى بوعوده كلها. فلو طلب قرشين زياده او في ازمه بسيطه ممكن تعدي مع علي معلول، عدوها له ولو على الاقل سنه، لان انت في امس الحاجه لعلي معلول. وفكك من اللي هيجي يقول لك اصل علي معلول اتصاب بعد الاصابه مش هيرجع، ده بقى سنه مش عارف ايه. فكك من الكلام ده، الكلام ده مش مع علي معلول، لان علي معلول لعيب منضبط، لعيب ملتزم، لعيب عارف قيمه المكان اللي هو فيه اللي هو النادي الاهلي. فما عندوش حته ان هي الاصابه تطول معاه، مش مشكله، مش قدها اهميه، مش مع معلول. والا اذا ما كانش استمر بنفس الاداء وبنفس المستوى اللي بيقدمه من 2016 من ساعه ما جه لحد دلوقتي. انت بص 35 سنه وما شاء الله بيقدم مستويات ما بيقدمهاش شاب 20 سنه. فعلي معلول لا خلاف عليه ولا غنى عنه في النادي الاهلي. نركن القصه دي عشان مش عايزين نطول عندها وندخل على اداره النادي الاهلي. مين دلوقتي الباك البديل لعلي معلول؟ مين دلوقتي هيسد لك مكان معلول؟ مفيش. طب الاداره ليه ما تعاقدتش مع لاعب او ما تعاقدتش مع باك مكان علي معلول؟ ده ما عندنا باك، فين الباك اللي عندنا؟ الدبيس مش معتمد عليه الراجل مش واثق فيه. الراجل بيلعب كريم فؤاد باك ليفت في نهائي افريقيا في اهم وقت في الموسم عشان علي معلول اتصاب، عشان ما عندناش باك. انت متخيل الوضع اللي احنا فيه؟ هل كريم فؤاد هيلعب في ماتش العوده باك ليفت؟ طب الدبيس عندك بيعمل ايه؟ ما هو ده السؤال. طب انت مأيده افريقيا ليه؟ طب ما ايه الافاده منه؟ ملوش افاده. يبقى انا امشيه واجيب لاعب اقدر استفيد منه. انما اداره النادي الاهلي انا مسميها لحد دلوقتي وانا مستمر على الاسم ده اداره النوم في العسل. اداره النادي مش فارق معاها مين اتصاب مين موجود، الكلام ده كله مش فارق معاهم. مش عايز اقف كتير عند قصه علي معلول وتخاذل اداره النادي الاهلي في انها تتعاقد مع باك، على الاقل يبقى بديل لعلي معلول بدل الورطه اللي احنا متورطينها دلوقتي. هتلاعب مين مش هتلاعب مين، كريم فؤاد لا الدبيس، مش عارفين لحد دلوقتي مين هيبدا الفاينل. عايز اتكلم على الجمهور وجمهور الترجي والرساله اللي بيوجهها والعظمه اللي بيوجهها. اجمل تيفو انا شفته في حياتي في تاريخ كره القدم عموما هو التيفو اللي قدمه جمهور الترجي. حاجه عظمه، جمهور بيعمل اللي هو عاوزه، واخد راحته، وبيعمل اللي هو عاوزه في وسط ملعبه. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها هو جمهور الزمالك وموقع تذكرتي. جمهور الزمالك طبعا شفنا الاحتفالات امبارح في الاستاد وشماريخ وتيفو اتعمل وسنارات وادوات تشجيع وكانت قصه كبيره. هل الموضوع ده هيبقى للنادي الاهلي مباح؟ يعني هل القصه هنا للنادي الاهلي او حته دخول جمهور النادي الاهلي بادوات تشجيع وبشماريخ زي اللي حصل امبارح وسنارات وتيفو ممكن يتم، هل ده ممكن يحصل؟ الله اعلم. ليه؟ انا مش عارف وانت مش عارف ومحدش عارف اي حاجه. ثالث نقطه حابب اتكلم عليها هي موقع تذكرتي. انا ما عنديش مشكله اقعد 12 ساعه بحجز، ما عنديش مشكله ادفع كل سيزون 100 جنيه عشان اجدد الفان اي دي، ما عنديش مشكله اقف 3 ايام في الشمس عشان ادخل اتفرج على مباراه، كل ده ما عنديش مشكله فيه، ما عنديش مشكله اطلاقا. انما اللي يحزن ان شيشو الدلوعه واخده تيكت على قفايا. انت متخيل؟ لولو واخده تيكت على قفايا، شاهندة داخله تتفرج في الثالثه شمال وانا قاعد هنا عادي، فاهمني؟ انا نفسي احضر بس مش قادر. ليه؟ لولو الدلوعه خدت التيكت مكاني، واحده داخله تاخد سيلفي وداخله تتفرج وبتاع ومش في دماغها. المفروض ان انت رايح في الثالثه شمال بالاخص، ممكن اقعدي في اي مكان تاني في الملعب الا الثالثه شمال دي. انت متخيل؟ حتى لو انت كمشجع، انت كراجل مشجع اول مره تحضر يا سيدي، لو انت لسه مش فاهم اي حاجه بس روح. انت متخيل؟ فما حرام تبقى واحده زي كده واخده تيكت على حساب راجل المفروض ان هو هيروح يدعم، ان هو المفروض هيروح يشجع. الموضوع مش فرجه، عايز تتفرج اقعد اتفرج في بيتك. المدرج للتشجيع، طول عمر المدرج كده. فللاسف مدرج النادي الاهلي بقى مزري، مدرج النادي الاهلي بقى مخيب تماما، وخصوصا الثالثه شمال. الوضع فيها بقى صعب. ليه؟ عشان بندخل نحجز من على تذكرتي، انما الموضوع لو التيكيتات بتتوزع ومنافذ بيع كان الوضع اختلف للاسف. سلام.